بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة مستر شيف سامح. إن شاء الله هنقدم لكم مع بعض طريقة الرز البسمتي المفلفل بطريقة سهلة وجميلة وبشوية إضافات ومنكهات تخلي الرز طعمه جميل وريحته جميلة. إن شاء الله تابعونا آخر الفيديو ونشوف مع بعض الرز هيتعمل إزاي. نقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النهاردة 20 كيلو رز، 20 كيلو من الرز البسمتي. طبعا احنا كنا عاملين 40 كيلو رز، هنعمل حلة 20 وحلة 20، فاحنا هنمشي على حلة واحدة، مقدار حلة واحدة. 20 كيلو رز بسمتي. طبعا نوع البسمتي كتير جدا. النهاردة هنشتغل مع نوع من نوع اسمه قمراية أو أمراية. دي نوع رز هندي طويل كويس، يعني حبة طويلة وكويس، رز كويس. فضينا 20 كيلو رز في الحلة، وعلى طول بنغسل الرز وننقعه في المية حوالي عن ساعة أو ساعتين. بعد ما ننقعه في مية بنبدأ نعمل له الخلطة بتاعته. بنجيب حوالي عن 5-6 بصلات كبار كده ونقطعهم ناعم أو جوانح، الاتنين شغالين عادي. ممكن نعملهم جوانح أو ناعم، بس الأفضل طبعا نعملهم ناعم عشان البصل ما يظهرش في الرز. بنقطع البصل ناعم، وعلى طول بيكون معايا حلة على النار بنضيف فيها لتر من الزيت، وحوالي عن نص كيلو من سمنة أو زبدة. احنا النهاردة شغالين بزبدة فرن. حطينا نص كيلو زبدة مع لتر من زيت ذرة، وبنقلب البصل. ضفنا البصل وضفنا ورق لورا وضفنا كمان قرفة خشب، وهنضيف دلوقتي كمان فلفل ألوان. وبنضيف دلوقتي الخلطة اللي هي كاري على كركم على زعفران، كاري وكركم زعفران على بعض كده، قلبناهم مع بعض ونزلنا بيهم على الخلطة الجميلة ديت، وبنسيبهم لحد لما يتشوحوا شوية كده حوالي عن دقيقتين، ونبدأ نضيف البيون. يبقى تاني المكونات معايا بصل وورق لورا وقرفة ناعم، قرفة خشب، وفلفل ألوان، ونزلنا بالزعفران والكاري والكركم مخلوطين على بعض. أول ما يتشوحوا مع بعض بنبدأ نطفيهم بشوربة أو بيون، سواء أي بيون موجود، أو لو مفيش بيون ممكن مية عادي. احنا النهاردة معايا شوربة لحمة، هنبدأ نزودها من الشوربة ونسيبها لغاية لما تغلي، ونصفي الرز ويكون الرز جاهز على ان احنا نضيفه على الشوربة ديت. يبقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة اهوت. لحد دلوقتي المكونات اللي احنا ضفناها اللي هي الزعفران مع الكاري مع الكركم، قلبناهم في بعض كده وضفناهم على الخلطة. على طول بننزل بالرز المنقوع في المية. زي ما قلنا الرز منقوع ساعة أو ساعتين مش مشكلة، وعلى طول بننزل بيها على الشوربة اللي واخدة التوابل اللي هي اللون الأصفر ده. وطبعا بنشوف إن كانت هتحتاج بيون بنضيف بيون، هي الوقت هتحتاج، عشان طبعا الرز البسمتي بيحتاج بيون شوية. هنضيف لحد لما ياخد الكمية بتاعته. ادي ديت شوربة اللحمة. يعني الرز البسمتي زي ما قلنا بيكون مقداره اكتر من الرز المصري حاجة بسيطة، وبالذات ده منقوع. طبعا الرز لو مش منقوع بيكون هياخد بيون اكتر من كده، لكن الرز منقوع فمش هياخد البيون الكتير يعني اللي احنا متعودين عليه. بنقلب الرز كله عشان طبعا ياخد من الخلطة كلها ومن اللون كله لون واحد. ونشوف ان كنا هنضيف ملح ولا ايه. بندوق الاول ونبص كده، احنا لسه مضيفناش اي ملح. بنضيف الملح. طبعا هي الشوربة كان فيها ملح ملحينها، بس طبعا بنضيف شوية ملح عشان كمية الرز اللي نزلت ديت. بنضيف حوالي عن نص كيلو او سوري نص كيس من ملح، ونقلب. وبرضه بندوق. دلوقتي النار شغالة على نار عالية،
النار عالية دلوقتي على الرز. بنقلب وندوق ونشوف ان كان الرز مظبوط يبقى كده تمام. بنسيبه ما نغطيهوش خالص، ما نغطيش الرز خالص دلوقتي، نسيبه لحد لما يشرب البيون بتاعه وبعدين نغطيه. كل شوية بنديله تقليبة كده صغيرة، تقليبة صغيرة وبالراحة طبعا واحنا بنقلب عشان الرز ما يتكسرش مننا. والنار طبعا زي ما قلنا عالية عليه، ما نخافش من النار دلوقتي خالص، عشان طبعا كمية الشوربة الموجودة معانا بتحمي ان الرز من ان هو يلسع منا او حاجة. لا، عشان طول ما في بيون او في شوربة في الرز ما نخافش منه. نخاف امتى؟ لو لقينا الرز شرب البيون، فطبعا لازم نهدي عليه النار ونحط صاج تسخين من تحت عشان ما يشطش مننا او يلسع مننا. اما طول ما في مية كده مفيش اي مشكلة. ادي الرز بدأ، شايفين بدأت كميته تزيد اهيت، بدأ يشرب البيون وبدأ يعلى معانا اهوت. وبرضو بنقلب ونسيبه برضو يشرب المية بتاعته. وهو كل ما يشرب المية كل ما بيزيد معايا في الحلة. والنار زي ما قلنا النار عالية. في الوقت ده طبعا بنهدي النار ونبدأ، شايفين هو شرب البيون بتاعه كله اهوت، نبدأ نسلفينه بورق فويل عشان طبعا البخار اللي هيطلع منه هو اللي هيسوي لنا الرز. بنكتمه كتمة حلوة كده بالورق الفويل وبنغطيه، وعلى طول بنهدي النار. وطبعا بنحط تحت الحلة شياطة أو صاجة كده عشان تعمل عازل أو توزع الحرارة في قعر الحلة كله. بنكتم الحلة كويس ونسيبها طبعا على درجة حرارة أو على حرارة هادية. وبعد حوالي عن نص ساعة نكشف على الرز اهوت ونقلبه تقليبة كده نشوف أخباره ايه. طبعا هو لسه عايز كمان سنة، لسه شايفين الرز اهو. في إضافة دلوقتي احنا بنضيفها، شايفين الإضافة اللي احنا حطيناها ديت، دي عبارة عن مكون بيخلي الرز طعمه جميل جدا، اللي هو ايه؟ بنجيب قرفة عيدان، بنطحنها مع حبهان مع كمون مع شوية من الروزماري، دي بنطحنه مع بعض في الخلاط بيكون ناعم خالص، ونضيفه مع الرز. طبعا بيمنع اي زفارة في الرز وبيدي نكهة للرز جميلة جدا. خلطة سحرية جميلة جدا، يا ريت تجربوها، اللي هي قرفة ناعمة، حبهان، كمون، روزماري، ده كله بيتضرب في الخلاط لما يكون ناعم، وبنضيف رشة صغيرة كده على الرز، بيدي نكهة جميلة على الرز، يعني بيخلي الرز طعمه بيروح لحتة تانية خالص. شايفين الرز اهوت بدأ داخل في السوا، ونسيبه حوالي كمان ربع ساعة وبعد كده بنكشف عليه. دي طبعا آخر مرحلة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. حاجة طبعا جميلة. شايفين الرز لونه وشكله، وطبعا مش معجن ولا حاجة، هتلاقيه مفلفل. هنقلب الرز تقليبة كده. هو كده ما شاء الله استوى معانا، والحلة شايفين انملت ازاي، شايفين عامل ازاي، يعني مفلفل وحاجة جميلة جدا. طيب حد يقول لي يا شيف الكمية ديت بتأكل كام فرد؟ الكمية ديت يا جماعة اللي هو 20 كيلو بتأكل من 250 واحنا طالعين، 250 ممكن 250 او اكتر، طبعا حسب ايه اللي هيتحط مع الوجبة. اللي بيتحط مع الوجبة هو اللي بيحدد ان كانت كمية الرز بتكون كتيرة او حبة صغيرين. بعد كده بنهوي الرز في طشت كبير، بنجيب طشت كبير ونفضي الحلة فيه، وعلى طول بنجرنشه من فوق بزبيب وسوداني على الوش من فوق، عشان طبعا وقت التقديم بناخد اول باول كده نبدأ نقلب، وبنضيف فيه الطباق، سواء كانت وجبات اللي هي ورق الفويل او طباق اللي هي العادية. ادي شكل الرز اهوت. دي كانت حاجة الرز النهاردة. وادي طبعا البوفيه محطوط على الترابيزات اهوت مع الرز مع الوجبات اللي احنا عاملينها. ديت كانت حلقة النهاردة بكل التفاصيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت اللي مشتركش في القناة يا جماعة يشترك ونفعل زر الجرس على الكل.
وكان معكم الشيف سامح. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.